المشروع هو تصنيع نشارة الخشب من فضلات الأخشاب أو هالك الخشب اللي ملوش أي استخدام، ومصانع الموبيليا وورش النجارة بتتخلص منه. الخشب المستهلك ده أو الفضلات بيتم تحويلها لنشارة خشب. نشارة الخشب دي ليها استخدامات كتيرة جدا، تستخدم في مزارع الدواجن ومزارع البط واسطبلات الخيول ومصانع الخل ومصانع اللحوم والأسماك المدخنة ومصانع الخشب المضغوط ومصانع الفحم سريع الاشتعال ومصانع الوود بليت اللي بيتم تصديره ومطلوب في معظم الدول الأوروبية، واستخدامات تانية كتيرة جدا. تقدر تدخل على صفحة المشروع على الويب سايت واعرف كل استخدامات النشارة. هنركز في الفيديو ده على استخدام واحد من استخدامات النشارة، هو استخدامها في مزارع الدواجن، وده لأن مصر فيها أكتر من 300 ألف مزرعة دواجن بيستهلكوا أكتر من 1,000,000 طن شهريا، وبسبب عدم وجود النشارة بشكل كافي بتضطر بعض المزارع تستخدم بدائل النشارة زي التبن مثلا. لكن كل بدائل النشارة غير عملية وتكلفتها أعلى وليها أضرار كبيرة، عشان كده جميع المزارع بتفضل استخدام النشارة. تكلفة الطن الواحد من المادة الخام بيكون من 300 ل 500 جنيه، وتكلفة التشغيل شاملة العمالة والكهرباء والإيجار والهالك ومصروفات الصيانة الدورية ونقل المادة الخام بتكون 200 جنيه للطن الواحد. يعني تكلفة الطن بعد تصنيعه بتكون من 500 ل 700 جنيه شاملة تكاليف التشغيل. بيتم بيع طن النشارة بعد تصنيعه لمزارع الدواجن من 1200 ل 1400 جنيه للطن، يعني أقل صافي ربح للطن الواحد 500 جنيه. إنتاجية الماكينة الواحدة يومياً طن ونص، يعني الإنتاجية الشهرية بتوصل ل 45 طن. إذا تم تسويق أقل من 50% من إنتاجية الماكينة 20 طن بس كل شهر، هيكون صافي الأرباح 10,000 جنيه شهرياً. تقدر بعد ما تتفرج على الفيديو تتأكد من كل معلومة اتقالت فيه بنفسك، وتقدر كمان تتواصل مع خدمة العملاء عشان تحدد موعد معاينة للماكينات على الطبيعة بمصنعنا بالعاشر من رمضان. china.com، متعة العمل الخاص.